سلام البنات، معكم قناة منى كوسميتيك بلوكس. كنرحب بكم جميعا. رمضان مبارك، نتمنى تكونوا صمتوا وانتم مزيانين بصحة جيدة ان شاء الله. بغيت ندير معكم واحد الوصفة جديدة، ونتمنى يعني جديدة على القناة ديالي، ماشي جديدة يعني عمر ما دارها حد. لا. هاد الوصفة سهلة جدا، هي هندية الأصل، وأنا غادي نديرها على الطريقة ديالي. في هاد الوصفة هادي كنحتاجو واحد العجينة غادي نديرها بالدقيق والملحة والماء. غادي ندير معكم الطريقة. عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض او الكامل. نتوما اختيار ديالكم، كيجي بجوج، كيجي بالابيض، كيجي بالدقيق الكامل، بحال بحال يعني كل واحد واش كيعجبو. عندي البصلة الخضارية، هكا شي 4 اللي عندي هنايا، قطعتهم صغار بزاف. ها هو. عندي جبنة موتزاريلا اللي كتكون طرية، دايرة هي بحال في المغرب كاين جبلي اللي مثلها بحالها. عندي جوج فصوص ديال الثوم الا كانوا كبار، الا كانوا صغار 3. وعندي الخرقوم، عندي انا طري، تقدروا ديروا حتى الغبرة، يعني اللي يعني الخرقوم اللي كندقوه كيصير غبرة. انا عندي فريش، ما عنديش الاخر، كنستعمل هذا، ماشي مشكل تقدروا تستعملوا الاخر. عندي الكمون، عندي البابريكا يعني الفلفلة الحلوة، عندي البزار، وعندي الملحة. غادي ندير معكم الطريقة ديال العجينة ان شاء الله. في الدقيق نحط شوية ديال الملحة، يعني على حسب الذوق ديالكم، نحط غير شوية، ونحط الماء ونخلطها صافي، ما فيهاش شي حاجة بزاف يعني. نخلط هذه الملحة شوية مع الدقيق، ونحط الماء على حسب الدقيق. خصها ما تجيش جارية، خصها تجي شوية قاصحة العجينة، لأن داك الخبز ديال الهند ما كيجيش جاري، كيجي شوية قاصح، يعني العجينة ديالو كتكون شادة راسها قاصحة. المهم غادي تشوفوا على حسب. دابا نجمع شوية هذا بيدي، هانتوما ماشي جارية بزاف، يعني شادة راسها. هكا نبقى نعجنها على هاد الشكل هكا غير شوية، واحد 5 دقائق صافي، ونخليوها ترتاح. صافي دلكتها واحد 5 دقائق، دابا غادي نخليها ترتاح ونكمل معكم الوصفة ان شاء الله. بعد ما خليت العجينة ديالي ترتاح، ماشي غادي تخمر، ترتاح وصافي، لان ما فيهاش الخمارة. نحط هنا هذاك البصلة الخضارية، ونحط هذيك الجبنة او الجبنة، هذيك جبنة الطرية الموتزاريلا اللي قلت لكم بحال الجبلي اللي في المغرب. ونحط هذيك الثومة والخرقوم، نحط شوية الملحة، ما نكترش، نحط الكمون هكا واحد المعلقة، لان هي كتحتاج الكمون، معلقة صغيرة. نحط التحميرة معلقة صغيرة، نحط البزار نص معلقة صغيرة، الا كتبغيوها حارة بزاف حطوا وحدة كاملة، واحد المعلقة كاملة.
نسيت نقول لكم هنا عندي التخليطة ديال الكاري، هذا اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش، لان هذا الكاري اللي كيعطيلك هذاك المذاق الهندي. نحط هكا معلقة صغيرة تقريبا ونخلطهم مع بعض. نهز واحد الفرشة تحسن. هكا حتى كيتجمعوا. كتبقاو تحركوا فيه بحال كتعجنوه هكا بالفرشيط حتى كيتجمع كلشي وكيدخل معاه هذوك التوابل مع داك الجبنه. الرائحه رائعه، يعني حاجه بساط الحق فيهم اللذه رائعه زوينه، غادي تعجبكم ان شاء الله. بعد ما ارتاحت معايا العجينه جبدتها، حطيت عليها شويه دقيق هكا باش نقسمها اطراف، يعني باش يكونوا عندي كويرات صغار. هكا قسمتها الاول على 4، ومن بعد كل نص، يعني كل طرف هكا نقسمو عاوتاني على 2، يعني كيعطي لي 8 ديال الكورات صغار. هكا ونبقى ندورهم هكا ونحط هكا حتى نساليهم. ساليت هذوك الكويرات جمعتهم هكا، ودابا هذوك الحشوه حتى هي غادي ندير بها 8 ديال الكرات. ها هي الحشوه، ودابا ندير بها 8 ديال الكرات. هكا نجمعهم ونحطهم حتى نحتاجهم. نحاول نقسمو على 8، نحاول. قريب نساليهم، باقي لي وحده. نكمل معكم الوصفه حتى الاخير. نغسل يدي ونرجع. هانتوما تلقاو وحده الاولانيه، بسم الله، تلقاش غير شويه. ضروري نديرو هكا الدقيق، لان خصها تكون العجينه قاصحه ماشي رطبه بزاف، يعني ماشي جاريه، هي شاده راسها بالحق رطبه في نفس الوقت. ونهز واحد الكره، بسم الله، ونشد عليها في الوسط هكا، نشد مزيان. ونسرحها عاود تاني هكا بالمدلك، غير بشويه.
بعد ما دلكت وحده دابا غادي ندير المقله باش تسخن. نديروها غير رقيقه، كتجي هكا زوينه. هي كتقدروا تاكلوها مع المشاوي، يعني الدجاج مشوي او اللحم او مع السلطات او غير هكا مع الحريره مثلا، يعني تقدروا تاكلوها مع كل شيء، او الكاس ديال اتاي مع كل شيء كتكال. هي لذيذه فيها كل شيء، فيها الجبنه فيها الخضره فيها كل شيء، غادي تعجبكم ان شاء الله. سخنت المقله ديالي، نحط فيها شويه ديال الزيت، غير قطره، وعاد نحط هاد الخبزه ديالي. نقلبها، ملي نقلبها نبقى ندهنها بالزيت غير شويه. وهكا نبقى كل خطره نقلبها. ندهنها عاود غير بشويه. ودي الطريقه الهنديه، يعني تقدروا ما ديروش الزيت، ديروهم هكا ناشفين، كيبقى اختيار ديالكم. هكا كتبقى كتنفخ شويه. شتو نقرب لكم مزيان. والخبزات رائعين، الريحه ما نقولكمش. ندير الثانيه، وهكا حتى نساليهم. ما هي كيفاش خرجت رائعه. وقلبتها كذلك وندهنها عاوتاني شويه، غير شويه، غير هكا في الفرشه، وتبقاو تمشيو هكا قليله، ما نكثروش عاود بالزيت. وكما قلت لكم تقدروا ديروهم ناشفين، بحق هذه الطريقه الهنديه كيدهنوه بالزيت. وهكا حتى نسالي ان شاء الله. المهم البنات هما ساليتهم، طيبتهم كاملين، هما كي كيجيو رائعين. شوفوا هذه قطعتها، هو كي كيجي يعني رقيق، واخا ملي كيكون في المقله كيتنفخ ومن بعد كيولي عاود كيرجع هكا، كيجي زوين ولذيذ. كما قلت لكم كتقدروا ديروا هكا القطبان ديال الدجاج. حتى هو شي نهار ندير معكم الوصفه القطبان ديال الدجاج على الطريقه الهنديه. المهم تقدروا تقطعوا هكا الدجاج وديروا معاه اليوغورت المسوس والكاري والملحه، تخلطوه وتخليه وشويه الثومه، وتخليه الليله كامله في الثلاجه حتى الغد لي كديروا هكا في القطبان، غير قطبان صغار ديال الخشب.
باش كيجيو قطبان هكا زوينين صغار، وكتقدموه مع السلطة ومع هاد الخبز هذا. المهم مع المشاوي أو مع السلطات كما قلت لكم، أو تاكلوه غير هكا مع أتاي كيجي زوين. نتمنى يعجب لكم. هو كما شفتوا ساهل، يعني المقادير بسيطة، ونتمنى يعجب لكم. حتى الوصفة القادمة إن شاء الله. رمضان مبارك، تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. السلام عليكم.